اعتذار يشعل النار. اعتذار إمام عاشور طبعًا لما بدر منه طبعًا للإدارة، طلع على الإنستجرام وقال لك إيه: أعتذر للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وزمايلي اللعيبة من الكبير لحد الصغير، وأنا متقبل العقوبة ومتقبل مثلًا المليون جنيه، لأن ده شيء طبيعي، ودخل لك حتة فزلكة يعني ما أعرفش ما لهاش لازمة، قال لك لأن ده طبيعي، لأن النادي الأهلي غير أي مكان تاني، يعني بيرمي على الزمالك لو في عقوبات هناك ما كانش هيتقبلها مثلًا وكان هيسيبهم ويمشي مثلًا ويطيح فيهم، قال لك لا، لكن أنا متقبلها علشان ده غير أي مكان. ما علينا، اعتذر الراجل لما بدر منه تمام، ولكن هيفضل في الإيقاف. طبعًا جماهير الزمالك وإعلام الزمالك اتضايق من الموضوع ده وقال لك شوف النادي المبادئ أهوّة إيه، قبل اعتذار إمام عاشور. طب هو عمل إيه أصلًا إمام عاشور؟ ده هو اتنرفز على بعض اللعيبة، أُمّال عندكم أنتم اللي شتم الجهاز الفني واللي شتم الجمهور واللي عمل بإيده إشارات غير لائقة للجمهور، تعملوا فيه إيه؟